السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل الاحوال. كل عام وانتم بخير. تعالوا مع بعض نعمل كنافة الشوكولاتة لرمضان، والطعم خيال خيال فعلا. انسوا اي طريقة تانية ونفذوا الطريقة دي. طريقة حكاية يعني حاجة كده فاخر من الاخر. كنافة جميلة قوي قوي، مش هتجيبيها من اكبر المحلات، ولو جبتيها هتجيبيها بمبالغ كبيرة جدا. ومش عاملينها برضو بالطريقة دي، يعني بجد سهلة قوي، واللي هتشوفيها كده هتفتكريها مكلفة، لكن هي مش مكلفة خالص. ده انا عملتها بنص كيلو كنافة وشوية كريمة وكم يعني باكوين أوريو، يعني حاجة بسيطة قوي. معايا هنا بقى، يلا نبدأ الفيديو مع بعض. لايك وشير للفيديو ومفعل الجرس عشان كل حاجة بعملها أول بأول توصلك يا حبيبتي. أنا معايا هنا نص كيلو من الكنافة لسه مخرجاها من الفريزر فورا. لو هتعملي الكنافة تحطها في الفريزر قبلها لو تخرجيها تاني يوم تعمليها تبقى أسهل طريقة إنك تفرمها بإيدك كده. ممكن تعمليها في الكبة لو حابة. وبعدين جيت أعمل الكريمة بعد ما فرمت الكنافة. جبت 2 كيلو من اللبن، وضفت نص كوباية من السكر، و8 معالق من النشا. انا بعمل ليه 2 كيلو من اللبن؟ بعمل 2 كيلو من اللبن يا حبيبتي عشان انا هعمل صينيتين كنافه. فانت لو حابه تعملي واحده بس، هي واحده بس يعني حلوه قوي تكفي عيله يعني، لان انا عامله صينيه كبيره كمان في المقاس. فبتعملي كيلو لبن واحد بس على 8 معالق من على 4 معالق من الكريمه، على يعني 3 معالق او 4 معالق من السكر. وحطيتها على البوتاجاز، واول ما اخدت معايا السمك والقوام بتاع الكريمه ده ضفت لها ربع معلقه فانيليا ولفتها فيها كويس قوي. وبعدين رحت اعمل الشيره او الشربات. جبت كوبايتين من السكر وضفت عليهم كوبايه ونص من الميه، واخدت الشربات بتاعي كده، ما تقلبيش ولا حاجه، يعني تقليبه خفيفه كده. انا عملتها كده بالمعلقه بس. وبعدين اخدته على البوتاجاز، واول اخد معايا بالظبط حوالي 10 دقايق على البوتاجاز. ليمونه كبيره كده اخدت نصها ضفتها عليه خرجته من على البوتاجاز بعد ما خلاص استوى معايا الشيره او العسل بتاعنا. رحت ضايفه له ذره برده من الفانيليا عشان الريحه والطعم بتاعته. بحب احط له تكه كده ايه، معلقه سمنه من الفلاحي، يعني السمنه الفلاحي بتبقى حلوه قوي في التكه، تبقى حلوه قوي مع اي حلويات عموما يعني. وبعدين جبت الكنافه بتاعتي كده، ضفت لها يعني كوبايه من السمنه الفلاحي او السمنه اللي بتشتغلي بيها، اي سمنه موجوده عندك بس يكون طعمها حلو. وقلبتها كويس فيها كده، وكنت طحنه كوبايه من السكر السنترفيش العادي بتاعنا، طحناه في المطحنه بتاعت الخلاط، واخدت نصه بس. يعني انا طحنه كوبايه اخدت نصها، وهسيب النص التاني اعمل بيه الكريم شانتيه بتاع الكنافه بتاعتنا. الكنافه بتاعتنا دايبه في الكريم شانتيه والكريمه والشوكولاته، حاجه كده روعه يا جماعه، حاجه تحفه فاخر من الاخر بجد. جربوها، القطعه منها تساوي مبالغ يعني. و بسيت كده الكنافه، السمنه بتاعتي مع السكر مع الكنافه، ببسيها كويس قوي بايديا كده، بتنزلي بايديكي كده حبيبتي، وتبسيها حلو قوي لغايه ما تشربي الكنافه بالسكر والسمن بتاعك. وبعدين جبت الصينيه مش محتاجه دهنها سمن خالص، لان الكنافه هنا كلها سمن، خلاص مش محتاجين ندهن الصينيه. وبنزل بنص الكنافه، بننزل بنص الكنافه. طبعا النص الاكبر بيبقى في القعر بتاع الصينيه او في الطبقه الاولانيه في الصينيه، وبسيب النص الاقل بيبقى فوق. وببطن بايدي كده وبساوي، وبجيب حاجه مثلا يكون لها قعر كده، اي حاجه عندك يكون لها قعر، وبضغط ضغطه خفيفه كده، وبنقل ايدي وبضغط وبنقل ايدي، بضغط وبنقل ايدي بالطريقه دي لغايه ما الكنافه تحس انها متماسكه مع بعضها وتساوت، وبقت الطبقه متماسكه كده وايه ومتساويه، الحجم واحد بتاعها والسمك واحد بتاعها، ومسكت في بعضها كده زي ما تكوني بططتيها كده، يعني ضغطتيها في بعضها. ورحت جايبه بقى الكريمه بتاعتي. كانت الكريمه بردت طبعا، ما ينفعش تحطي الكريمه سخنه. كانت الكريمه بردت. لو الكريمه بردت منك اضربيها بالمضرب اليدوي وكده بايدك، هتفك منك وتبقى سلسه وطريه وحلوه زي ما هي خالص، زي كانك لسه عاملاها فور. بنضيفها بقى، بنضيف الكميه بتاعتنا، الكميه اللي احنا عايزين نضيفها. طبعا بتضيفي طبقه كويسه، وبتفرديها في الايه فوق طبقه الكنافه. فوق طبقه الكنافه بتحاولي ما توصليهاش يعني لاحرف الصينيه على قد ما تقدري طبعا يعني. بس لو وصلت مش مشكله، بنسلكها بسكينه، ما فيش مشكله خالص يعني. هي ممكن تكون غصب عنك فبتوصل اكيد يعني، بس بتحاولي على حسب. وبعدين بجيب نص الكنافه اللي كنا مبقيينه معانا في البوله، وبرشرش فوق كده، بترشرشي بحيث توزعي كده الاول فوق طبقه الكريمه. طبعا احنا حطينا طبقه كبيره من الكنافه تحت، وبعدين طبقه كريمه، وبعدين ضفنا الطبقه اللي فوق. الطبقه اللي فوق بتساوي بايدك على خفيف عشان الكريمه ما تخرجش منك. لو بتضغطي جامد هتلاقي الكريمه فردت معاكي ووصلت لاطراف الصينيه او اجناب الصينيه. و بتخففي ايدك كده، وبعدين بنجيب الايه
الحاجه ام قعر دي، بصي بتساوي بالراحه، بصي بتلاقيها اتساوت معاكي كانك عاملاها، بصي بتتساوي بتتماسك معاكي وبتنضغط ضغطه خفيفه. بس بصي بتبقى متساويه جدا. شفتي اتساوت معايا بطريقه سهله جدا، بس بتخففي ايدك يعني وانت بتلفيها كده، بتضغطي ضغطه خفيفه وتلفي فيها. بصي بقت متساويه جدا معايا والطريقه سهله جدا وجميله. وكنافه من اروع الكنافات اللي انا عملتها بجد يعني. ولادي حبوها جدا، وتشرفك لو عندك عيد ميلاد ممكن تعملها في عيد الميلاد يعني. دخلتها الفرن كنت مسخناه جنبية وانا بشتغل، اخدت معايا ربع ساعة في الفرن، مش محتاجة اديها لون خالص لان كل حاجة فيها مستوية، بس انا بديها سوا بس خفيف كده. والشربات عندي كان جاهز، الشربات بارد والكنافة سخنة. ضفت الشربات بتاعي فوقيها كده، بتضيفي على حسب ما بتحبي بقى، بتزودي شربات بتقللي، دي حاجه ترجع لك. وبعدين حطيتها على جنب كده تتشرب بالشربات بتاعها. وبعدين رحت اعمل الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بتاعي انا جبت كوبايه من الكريم شانتيه اللي هي الخام يعني، اللي هو بدون سكر. وبعدين جبت نص كوبايه السكر اللي كنت طحناها، اللي اخدت نصها للكنافه، كان متبقي النص في المطحنه زي ما هي، اخدت نص كوبايه سكر بودر كده. ورحت نازله بكوبايه ميه متلجه وذره فانيليا، يعني ده اللي بضيفه في الكريم شانتيه. لو عندك كريمه باستري ممكن تضيفي منها معلقه، بتخلي طعمه حلو قوي قوي يعني. بس هي كانت خالصه عندي في اليوم ده ما ضفتهاش. وقلبت تقليبه كويسه قوي كده في الكريم شانتيه. وبعدين عشان لما انزل المضرب ما يعني الكريم شانتيه ما يتطيرش مني كده والحاجه بتاعتي. وبقلب تقليبه كده خفيفه. وبعدين بنزل بعد كده بالمضرب الكهربائي بتاعي او بالمضرب اليدوي، بس هياخد منك وقت شويه تضربي فيه شويه كتار يعني. فضربت كده بالمضرب الكهربائي لغايه الكريم شانتيه بتاعي ما تماسك معايا وتضاعف طبعا وبقى زي الفوم كده. وما بحبش اعمله باللبن لان اللبن لما بيقعد معايا شويه بيحمض. فاحسن حاجه تعمليه بالكريم شانتيه الميه المتلجه، وتشتغلي فيه بقى لغايه ما ياخد معاكي كده، يعمل المنقار ده معاكي. فخلاص كده تعرفي ساعتها ان ايه، تعملي بالمضرب كده لقيتي عمل المنقار اللي فوق ده، ما خلاص كده وتماسك كده ومسك في المضرب، خلاص كده يبقى كده حلو قوي قوامه مظبوط جدا. وبعدين رحت بقى ايه، كانت الكنافه بردت، لازم تضيفيها هنا والكنافه بارده خالص، لازم تضيفي الكريم شانتيه والكنافه بتاعتك بارده خالص، ما ينفعش تضيفيها والكنافه سخنه، لان لو ضفتي والكنافه سخنه هتبص تلاقي الكريم شانتيه بتاعك ساح ونزل من حوالين الايه، الكنافه. وبعدين نزلت بطبقه كده من الكريم شانتيه بتاعي، بساوي بقى، بساوي يعني بحاول اخلي السمك واحد من كل الجهات. وسويت من هنا ومن هنا ومن جميع اطراف الكنافيه بتاعتي. هي كنافيه تورتايه يا جماعه، هي عباره عن تورتايه يعني بس على شكل كنافيه. وجبت الشوكولاته 200 جرام من الشوكولاته، على عشان تبقى متماسكه معايا وحلوه. ضفت لها 3 معالق من الكريم شانتيه، وضفت لها شويه لبن، ورحت مسيحاها. وبعد ما سيحتها رحت ضايفه لها معلقه زيت بس عشان التلميع، وسبتها لما بردت. انا طبعا دخلت الكنافيه كده بالكريم شانتيه، اخدت يعني معايا في التلاجة، بردت كويس قوي في التلاجة. لازم الكريم شانتيه بتاعنا يكون بارد هنا والكنافيه تكون بارده جدا. وبعد كده ننزل بالشوكولاته. الشوكولاته طبعا مش هينفع نبردها لان لو بردناها هتجف مننا طبعا، مفيش كلام. فانا سبتها لغايه ما بردت لاهدى حاجه يعني، لاهدى حاجه ممكنه قبل ما تجف مني. وبعدين الجو برد لسه، فهي بتجف منا بسرعه جدا يعني. ف لما الكريم شانتيه بيكون بارد وتحطي عليه الشوكولاته كمان بتجف بسرعه. ف يعني بتخليها دافيه على يعني على قد ما تقدري، بتبرديها على قد ما تقدري. وبعدين بقى هنا رحت جايبه باكوين اوريو مفرضاهم كده وبالحلواني، ورحت عامله روزيتات وكم حبايه سوداني شوكولاته على كم حبايه كريز مقطعاهم كده وعاطيه الشكل. وما كلفتنيش حاجه يا جماعه يعني، مش كتير التكلفه بتاعتها، مش كتير، بس جميله قوي وتحفه وتنفع تورتايه عيد ميلاد. انا عندي عيد ميلاد هنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، عيد ميلاد بنوتي. فبدل ما اجيب لها تورتايه من بره عملتها لها بالكنافه وعلى شكل تورتايه جميله قوي يعني، بجد اهي تحفه وطالعه روعه قوي. لايك وشير للفيديو. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.